السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا بولات الكنافة بالمانجا والكريمة، حاجة كده من الآخر، تحلية حلوة وخفيفة وإن شاء الله تنال إعجابكم. طبقات فوق بعضيها وطرية كده، وأحلى ما فيها إنها خفيفة، يعني أحلى من اللي بتتسقي شربات كده اللي بنعملها ونسقيها شربات كده، خفيفة جدا جدا. يلا بقى نعملها مع بعضينا. هقول لكم على الطريقه ازاي. معايا نص كيلو كنافه، جبته حطيته في الفريزر، لازم يجمد معاك. انا طلعته بصراحه، قضيت مصلحه كده لقيته فك معايا، مفيش اي مشكله. هتقطعيه برضو، ممكن تحطيه في الكبه وهو متجمد، تديله ضربتين كده لغايه ما يتقطع معاكي، وممكن تقصيه كده بالمقص. انا قطعته بايديا اهو، مسكته كده فرفضته خالص، لازم ميبقاش فيه اي تكتلات معاكي خالص اهو. بوريكم نقطعها كده، نقطع الكميه كلها بالشكل ده اهو. بعد ما خلصت الكميه معايا، اعملي الكميه اللي انت عايزاها، يعني ممكن تجيب ربع كيلو تعملي منه، تجربي مثلا منه الوصفه في الاول. بس بصراحه طعمها كان تحفه والله. احلى ما فيها والله انها خفيفه كمان، يعني خفيفه غير اللي بتسقي شربات كتير دي ومتعودين عليها. جميله جدا، وطعمها بالمانجا. دلوقتي المانجا ماليه السوق، متوفرة يعني نعمل بيها. اي تكتلات في الكنافة كده افركيها على كفة ايدك كده، ونروح بقى على البوتاجاز. جبت حلة، معايا كوباية سمنة اهي، سمنة سايحة، دي سمنة على زبدة، سيحتهم على بعض وعيرتهم في الكوباية عشان اوريكم المعيار المظبوط. اسخنهم بقى كويس وانزل بالكنافة. ممكن تعملي الخطوة دي، ممكن تفضي السمنة على الكنافة وتدعكيها ببعضيها وتحطيها في صاج وتدخليها فرن البوتاجاز، بس عينك عليها بقى، تقلبي فيها كل شويه. فانا بصراحه استسهلت، قلت لا انا هعملها على البوتاجاز وانا واقفه. هي بتاخد وقت معاكي شويه في التحمير، يعني بتقعدي ايدك ما تتحش منها، لان احنا شوف لما بنحمر الشعريه نقول لازم نقلب فيه على طول، فدي يعني حساسه اكتر من الشعريه، الحبات بتاعتها رفيعه قوي، فايدك ما تتشالش منها. افضلي قلبي باستمرار كده على طول. هنا اهو فضلت اقلب لغايه ما السمنه كلها شربت الكنافه وكلها بقت ايه زي بعضيها، على نار هاديه، وقلبي كده على طول. هنا بفصل معاكم واقلب واوريكم الخطوات عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو، لان هي بتاخد شويه في التحمير على البوتاجاز، بس خفيفه جدا جدا. نفضل بقى نقلب لغايه ما نوصل للون الذهبي اهو. نفضل نقلب بالطريقه دي كده. هنا بقى هي الاضاءه هي متحمره اكتر من كده، بس هي الاضاءه مطلعاها فاتحه، بس هي لونها بيبقى غامق عن كده شويه في الحقيقه يعني. حط لها بقى، عندك سكر بودره حطي، انا ما عنديش سكر بودره، فعندي السكر اللي عندي ده ناعم، فحطيت منه على طول. هي كده كده هتدوب في السخونه، بس بسرعه كده حط السكر بسرعه وقلبي وشيليها على طول من الحله، يعني فضيها في حاجه تكون بوله، بلاستيكيه، اي حاجه تانية، لان السخونه بتاع الالمونيا هتحمرها اكتر من كده، وممكن تلسوعها منك وتبقى لونها غامق، تبقى في حته فاتحه كده وحته غامقه محروقه. فاحنا عشان نوقف عمليه السوى لازم ننقلها في حاجه تانية تكون بارده. وهنا السكر ده معيار مظبوط بالملي، يعني السكر ده 3 معالق مظبوطين، انت براحتك برضو حسب ذوقك، عايزه تزودي معلقه تاني براحتك. هنا فضيتها على طول اهو ببوله اهو، لسه سخنه، فالسكر هيدوب معاكي حتى لو حطيتيه كده، يعني من غير ما يكون مطحون. بس الاحسن يعني يا اما يكون سكر ناعم يا اما يكون سكر بودره. ركنته بقى على جنب. ودي جبت دي مانجا كانت عندي في الفريزر اهو، معايا 6 حبايات نقشرهم. هي كده كده القشره اللي بتبقى متشاله في الفريزر دي بتبقى القشره يعني سهله خالص في ان هي تتشال معاكي. شيل كده. لقيتها بصراحه بالمبشره بتاع البطاطس لقيتها بتتشال اسرع واسهل بكتير من السكين. نقشرها كلها بالطريقه دي كده، مش هتطلع معاكي لحم خالص في القشره، احنا عايزين اللحم بس بتاع المانجا.
بالطريقة دي كده، سهلة جدا. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. قشرها زي كده، نعمل الكمية كلها بالطريقة دي. هنا بعد ما خلصت الكمية معايا اهو، نقطع بقى اللحم بتاع المانجا دي، عايزين مكعبات وعايزين بيوريه. نعملها شرايح كده اهو، هتطلع معاكي سهلة على طول. عندك مانجا طازة اعملي بيها برضه، مش هتقول لا، يعني المتاحة عندك اعمليه. هي دلوقتي المانجا كتيرة في السوق وسعرها حلو، فهنستغل بقى سعرها ده الحلو ده كده ونجيبها ونعمل بيها وصفة حلوة كده. هنا اللي هيطلع مكعبات معانا نحوشه على جنب، والتاني اللي هيطلع مبهدل معاكي ده كده كده احنا عايزين نضربه في الخلاط، فمفيش اي مشكلة. اللي يطلع معاكي سليم حشيه، واللي يطلع معاكي مبهدل اركنيه على جنب. عايزة تعمليها في صينية برضو براحتك، عايزة تعمليها في كاسات براحتك، عايزة تعمليها في اطباق كده زي ما انا عاملاها براحتك. بصراحة كان طعمها تحفة، طعمها جميل جدا. هنا بقى دي اللي على البذر ده هنشيله برضو كله كده، هننزله بالسكينة وهنفرمه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، مش هنخلي على البذر حاجة طبعا. نخلص اللي عليها، بس خلي بالك ايه من السكينة برضو. اهو شوفوا ده ركنته على جنب ده كده، وده المكعبات ركنتها على جنب. نخلص بقى الكمية كلها واوريها لكم. هنا ده المكعبات اهي في طبق، وده اللي هخلطه في الخلاط. هنا نجيب معايا بقى كوباية مية متلجة، لازم تكون فيها تلج كده مشبرة، كنت ماليها وحطيتها في الفريزر زي ما هي كده. نحط عليها كوباية المانجا، مانجا اهي معلهاش اي اضافات. نخلطها بقى، احنا عايزينها تبقى ناعمة خالص، عايزينها بيوريه. وبعد بقى ما ناخدها نخلطها، نحط الاول عليها معلقتين سكر، بعد ما خلطتها اهي ناخد منها كوباية في نفس الكوباية اللي كنت حاطة فيها المانجا اهي، ناخد منها كوباية. نجيب بقى معانا دي كوباية كريم شانتيه ماشي، ودي كوباية مانجا اللي احنا خلطناها. نحط الكريم شانتيه بقى على المانجا. عندك مضرب كهرباء اعملي بيه، هيكون اسهل يعني واسرع. ما عندكيش اعملي بالمضرب العادي، بس هياخد معاكي شوية وقت. في الاول كده بنقلب الاول كريم شانتيه مع المانجا عشان ما تخلطيش مرة واحدة يعفر عليكي ويبهدل الدنيا. نقلبه الاول كده، وبعد كده نضرب بقى ايه لغاية ما المانجا الكريمة تتقل معاكي كده، تبقى كريمة بالمانجا. طعمها جميل جدا، تبقى كلها كده الكنافة مانجا في مانجا كلها. نخلط فيها بقى لغاية ايه ما تتقل معانا اهو، بقى لونها بالشكل ده. نلم بقى اللي في الحوافي دي كلها. شوفوا المانجا معانا اهي بقت متماسكة. نجيب بقى كيس نعبي فيه عشان يبقى سهل علينا، مش لازم كيس، مش لازم قرطاس، كيس من بتاع التلاجة اهو جديد، عبي فيه الكريمة عشان يبقى سهل عليكي وانتي بتوزعيها في الاطباق، في الكاسات، في الحاجة اللي انتي هتعملي فيها. عبيتها كده، خدت كمية، والكمية التانية دي طب انا عقبال ما اخلص اللي في الكيس ده، خدت اللي في البولة دي دخلته الفريزر عشان الجو حر، عشان ما تسحش منك. دخليه الفريزر عقبال ما تخلصي اللي معاكي ده. هنا جبت معايا الاطباق اللي هعمل فيها اهي. نحط في الاول كده من تحت حوالي معلقة كبيرة كده، يبقى طبقة من تحت كريمة بالمانجا اهي.
نسويها بس في البولة كده عشان تبقى الكنافة اللي فوقيها واخدة طعم الكريمة وطرية كده وحلوة. نحط بقى بعد كده معانا الكنافة. الكنافة كانت بردت معانا عقبال ما عملنا الخطوات دي، الكنافة كانت بردت معانا اهي. نحط طبقة من الكنافة كده، وبعد كده نحط طبقة من المكعبات بتاع المانجا اهو بالشكل ده. نوزعها كده بحيث انك تاخدي معلقة هتاخديها كنافة بالكريمة بالمانجا كلها طعمها واحد، تبقى جميلة جدا. نحط بقى طبقة من الكريمة عشان تبقى رقات كده وطعمها حلو. المعلقة اللي عملت بها الكريمة بالشكل ده. احنا هنظبط الطبق كله في الاخر كده ونمسحه ونخلي شكله جميل. نحط بقى طبقة من الكنافة اهو زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى ونسوي كده بقى ايه بظهر المعلقة. نحط بقى على الوش طبقة مانجا، يبقى حطينا 2 كريمة و2 مانجا، طبقتين كريمة وطبقتين مانجا وطبقتين كنافة، يبقى الطبق طالع معاكي كده شكله جميل وتحفة اهو. بوريكم اهو، اقول لكم اخلص الكمية كلها واوريها لكم. هنا بعد ما خلصت الكمية معايا بنفس الطريقة اهو، طلعوا معايا 6 اطباق. الخطوة اللي جاية دي بقى مش اساسية، يعني عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها استغني عنها خالص، بس بصراحة حبيت اعملها بتحافظ على لون المانجا كده وتديها قوام حلو. اللي انا هعمله ده اللي هو جيلي بالمانجا اهو. هنجيب ظرف واحد هنفضيه على مج مية مغلية وندوبه الاول كده، يعني عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه استغني عنه خالص. دي معايا نص كوباية مانجا من اللي احنا كنا خلطينها في الخلاط، هتديها طعم وقوام جميل جدا اهو بالطريقة دي كده. نخليه بقى ايه يهدى شوية، يعني ما تصبهوش على الكنافة وهي سخنة، لا خليه يهدى شوية منك كده وبعد كده صبيه اهو. بعد ما برد معايا ناخده بقى ايه على البولات كده، نحط من على الوش، هتلاقيه بعد شوية هتلاقيه ماسك كده وعمل طبقة من على الوش كده جميلة اهو. نحط كده، بس في عندي حد ما بيحبش اللي هو الجيلي ده بالمانجا فقال لي ما تحطيش، او الطبق بتاع بنتي ده قالت لي يا ماما ما تحطليش عليه، فسبته لها كده ساده. هنا بقى بعد ما تبرد معاكي دخليها التلاجة حوالي ساعتين كده تتماسك معاكي، وهنعمل بقى الخطوه اللي بعد كده. هنا دي الكريمه اللي انا كانت في البوله وقلت لكم دخلتها الفريزر لغايه ما اخلص اللي انا بعمله. الخطوه اللي كنت بعملها دي جبتها اهي ما شاء الله متماسكه معانا. نعمل بقى وردات في النص كده اهو، شكلها جميل جدا والله وطعمها في منتهى الجمال. نعمل بقى على حافة الكاسات كده وردات صغننة كده داير ما يدور كده على حافة الاطباق زي ما انتم شايفين كده. هوريكم دلوقتي كده خلصت الكمية كلها. اخر طبق ده ما فضلهاش برضو ايه كريم. ان شاء الله باذن الله تجربوه ويا رب ان شاء الله ينال اعجابكم. طعمه تحفة وخفيفة جدا وجميلة وزي العسل، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.